الخالي الأبنودي يعرف إن هو دايما في قعدته مرح جدا وحكاء بلهجة صعيدية جميلة تشدك. والحقيقة عنده مخزون من الذكريات كأنه بيحكي ألف ليلة وليلة. في أحد القعدات في بيت عبد الحليم حافظ كان كل أصحاب عبد الحليم حافظ موجودين، زي الملحن الساحر بليغ حمدي والشاعر الجميل مرسي جميل عزيز والملحن المبدع محمد الموجي ومفيد فوزي وجلال معوض، مجموعة من الأصدقاء. وبعدين الأبنودي مشاكس من الدرجة الأولى، فقال عبد الحليم حافظ على فكرة الأغاني بتاعتك اللي بتظهر في آخر الأفلام ده يعني نوعية يعني زي جبار كده، دي أغاني ما بتعجبنيش وهي سلق بيض ومعمولة بس عشان تترص في الأفلام وخلاص. طبعا عبد الحليم مسكتش، قال له اللي كاتبها كبار كتاب وانت ما تقدرش تكتب الحاجات زي دي يا ابنودي، انك انت اصلا يعني كلامك كله شعبي. الابنودي قال لي لو عايز اكتب هكتب دلوقتي اهو. قال له طيب ماشي، هات اقلام. جابوا اقلام وقال له خد ادي الاقلام والورق واكتب. طبعا عبد الحليم استفز الابنودي امام مجموعه بقى كبيره من الاصدقاء ومن المشهورين وكبار الملحنين. الابنودي سخن وبدا يكتب بقى، ثم فوجئ الجميع بانه كتب فعلا: مشيت على الاشواق وجيت لاحبابك، لا عرفوا ايه وداك ولا عرفوا ايه جابك، حتى في احضان الحبايب. والكل بقى ضحك، لكن عبد الحليم حافظ قال له استنى، دي مش تريقه بقى، اقعد كمل الاغنيه. مين بقى الذكي اللي لقط العمليه بسرعه؟ الموجي. سحب العود وبدا يلحن في وجود عبد الحليم، وكسب الابنودي الرهان، لان كان عبد الحليم قال له لو كتبت اغنيه زي الاغاني اللي انت بتتريق عليها زي الجبار خد الاجر اللي انت عايزه. وهو فعلا كسب الرهان وفاز باكبر اجر تقاضاه طول حياته. انا عايز اقول لك ان الاغنيه دي كانت من ضمن اغاني افلام عبد الحليم حافظ، واشهرها ابي فوق الشجره، الفيلم اللي كان اكبر ايرادات واللي استمر طول فتره طويله جدا في العرض. الابنودي كسب الرهان وعبد الحليم حافظ كسب اغنيه خالده. حبيت اقول لك ان مشاكسه شاعر زي الابنودي دايما بتطلع حقيقي الطاقه اللي جواه، وهو كان مبدع وشاعر من اكبر شعراء العاميه، وفي نفس الوقت الحقيقه كان يجيد تماما